بسم الله نبدأ وبسم الله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. حبايبنا طلاب تاني إعدادي، النهارده إن شاء الله هنبدأ معاكم درس جديد في التاريخ، وهو الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب، وإزاي المسلمين كانوا متفوقين في العلوم وإبداعهم في كل المجالات طبعا. وهندرس العلوم اللي هم درسوها واهتموا بيها وازاي تقدموا فيها كمان. طبعا هنتابع معاك الدرس اذا كان في جزئيه صعبه او لا. هو طبعا درس سهل، فاحنا بنشرحه لهدف معين، من الهدف انه تتابعوا معانا. طبعا الهدف الثاني ان احنا هنحط لك عليه منطلق بعض الاسئله ان شاء الله تجاوب لنا عليها، وبرضه ان شاء الله نكافئك عليها في الدرس ان شاء الله. نبدا مع بعض كده يلا واحده واحده. الدرس الثالث هنا الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب. طيب الحضارة الإسلامية طبعا نقدر نقول عليها كانت لها دور كبير في العلوم وفي الآداب والكلام ده كله. فتعال نشوف مع بعض يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكبر طبعا. طبعا يا اولاد اللي هنا الحضاره الاسلاميه اهتمت بالعلم. هتقول لي يا مستر يعني ايه اهتم بالعلم؟ يعني كان له دور في العلم كبير. ازاي؟ هقول لك. الاسلام اهتم بالعلم. تعال نشوف ازاي يا مستر الاسلام اهتم بالعلم. اول كلمه في القران الكريم نزلت هنا بتحث على اهميه العلم وازاي انك تتعلم. تعال نشوف الموضوع ده كده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا كلنا عارفين الكلام ده، صلوا على النبي، كان بيذهب يتعبد في غار حراء. ولما سيدنا جبريل جاله وفي سن ال40 عشان يبلغه بالرساله، لما مسك سيدنا محمد وضمه ليه وشده له، اول كلمه قالها له سيدنا جبريل الى سيدنا محمد: اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رد عليه سيدنا محمد قال له: ما انا بقارئ. القصه المعروفه. رد تاني عليه قال له: اقرا. قال له: ما انا بقارئ. رد المره قال له: اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا باسم ربك، هو اللي خلق كل شيء. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمن عليك بنعمه انك تكون متعلم، وانك تحاول تبحث في كل المجالات. وطبعا احنا كدورنا كمعلمين ان احنا نوصل لك الرساله ديت، وان شاء الله انت مكمل ليها فيما بعد. نبدا بقى مع بعض واحده واحده كده ان شاء الله. قال لي اول كلمه في القران الكريم نزلت بكانت اقرا. طب ده يدل على ايه يا مستر؟ هتقول لي يدل على اهتمام الاسلام بالعلم والسعي له. طبعا ده بيدل على انك تهتم بالعلم. عشان كده المسلمين الاوائل اولاد حرصوا ان هم يحصلوا علوم من كل مكان، منابعه طبعا مصادرهم مختلفه. يعني هتقول لي منابعهم المختلفه، يعني مثلا كان في معلومه ممكن ياخدوها من القران، كان في معلومه ممكن ياخدوها من الاحاديث، كان في معلومه ممكن ياخدوها من حاجه ثانيه، من السنه، من الصحابه. طبعا دي كلها منابع العلوم اللي اندرست. طيب تعال نشوف كده واحده واحده. العلوم عند المسلمين اتقسمت لاربعه. اتقسمت لكام علوم يا مستر؟ اربعه. كم علم يا مستر؟ اربعه. علوم لغه، علوم شرعيه، علوم لغه، علوم اجتماعيه، علوم طبيعيه. يبقى شرعيه، لغه، طبيعيه، اجتماعيه. شرعيه، لغه، اجتماعيه، طبيعيه. شرعيه، لغه، اجتماعيه، طبيعيه. طيب العلوم الشرعيه طبعا اللي حاليا طلابنا اللي في الازهر بيدرسوها: واحد، علوم القرآن الكريم، علم الفقه. يعني الفقه ان هم بيتفقهوا في امور الدين والاحاديث بتاع الرسول وفي امور الدين. طيب غير الاحاديث طبعا رقم 3 علم الحديث. رقم 4 الحديث اللي هي هنا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اما رقم 4 علم التفسير اللي هو تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه واياته. رقم 2 اللغة. طبعا الكلام ده احنا بندرسه، النحو والصرف والادب والبلاغة في العربي طبعا. اما هنا العلوم الاجتماعيه، المجتمع اللي بتدرسها في المجتمع، التاريخ والجغرافيا والفلسفه والاجتماع والسياسه. طبعا هشرح لك كلهم تفصيليا الحاله. اما العلوم الطبيعيه دي اللي بتهتم بالمسائل الطبيعيه: الرياضه، الهندسه والكيمياء والطب والصيدله والفلك والفيزياء. طيب تاني واحده واحده كده يا مستر. يبقى العلوم بتنقسم عند المسلمين كم نوع؟ قال لي ده اللي البرع على المسلمين في العلوم. ايوه. هتقول لي حيث كان هناك علوم شرعيه، علوم لغه، علوم اجتماعيه، علوم طبيعيه. اما العلوم الشرعيه قال لي عم خالد مستر هنا القرآن، الفقه، الحديث، التفسير. اما العلوم اللغه هي النحو، الصرف، هنا الادب والبلاغه. العلوم الاجتماعيه تاريخ، جغرافيا، فلسفه، اجتماع. العلوم الطبيعيه رياضه، هندسه، كيمياء، طب، صيدله، فلك، فيزياء. طيب دي كل العلوم اللي المسلمين برعوا فيها طبعا. نكمل بعد كده يا مستر. تعال نشوف الجزئيه اللي بعد كده.
طبعا الكلام ده هنا بنفوته طبعا معاك لانه هو اجزاء للقراءه فقط، فمش عايزين نكتر فيها عليك. طبعا نبدا بعد كده العلوم الاجتماعيه اللي المجتمع درسها. طبعا قال لي بص يا مستر، يعني علوم اجتماعيه العلوم اللي الانسان بيهتم بدراستها. يعني اللي تهم هي اصلا كان محورها الانسان. واحد هيقول لي يعني يا مستر كان محورها الانسان؟ اقول لك كان محورها الانسان، يعني التاريخ بيحكي عن ايه؟ انسان، الانسان راح وجه. الجغرافيا الانسان تحرك من مكان لمكان. الفلسفه ان البني ادم يشغل. الفلسفه معناها هنا اعمال العقل في كل حاجه بالمناسبه. طيب هتقول لي يا مستر مثلا الاجتماع، المجتمع نفسه يبقى بتدور حوالين الانسان. يبقى العلوم الاجتماعيه علوم تختص بدراسه الانسان وتفاعله مع البيئه والمكان الذي يعيش فيه. يبقى بتهتم بدراسه الانسان وتفاعله مع البيئه وتفاعله مع المكان اللي بيعيش فيه. طبعا ككائن بيتنقل من مكان لمكان. نبدا نشوف اول حاجه التاريخ. قال لي اشهر المؤرخين دول اللي هم كتبه التاريخ، الناس اللي بتكتب التاريخ. قال لي هنا ابن الاسير وابن هشام. طبعا نزود حد في وسطهم كده. طيب ومستر خالد. يبقى هنا التاريخ قال لي اشهر مؤرخين ابن الاسير وابن هشام. رقم 2 الجغرافيا، اشهر عالم جغرافيا هو الادريسي، وهو اول من رسم خرائط في الجغرافيا في العالم القديم. طيب بعد كده الفلسفه، اشهر فيلسوف ابن سينا، وكان برضه مشهور في مجال الطب. طيب الاجتماع والسياسه، اشهر علماء الاجتماع هو عبد الرحمن بن خلدون. وطبعا ابن خلدون ده اللي هو اشتق كده يعني. فطبعا دول العلوم هنا. يبقى التاريخ معانا كان معانا فيه عالمين 2 ابن اسير وابن هشام. اما الجغرافيا كان معانا فيها الادريسي. صح كده معايا. طيب رقم 3 هتقول لي يا مستر العلم الثالث الفلسفه ابن سينا طبعا. طب هتقول لي يا مستر الاجتماع والسياسه، هقول لك حبيبي عبد الرحمن بن خلدون. طيب نروح بعد كده العلوم الطبيعيه. هتقول لي يعني ايه يا مستر العلوم الطبيعيه؟ قال لي العلوم الطبيعيه دي علوم بتهتم بدراسه الحاجات اللي في الطبيعه والتفاعل ما بينها. تعال نشوف كده. قال لي علوم بتهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه والمواد وخصائصها، معتمده على الملاحظه والتجريب. يعني معتمده على بتجرب مره واثنين. مثلا زي احنا كده لو جبنا لك او مستر عمار مثلا جاب لك هنا مساله كده في الرياضه او خدت مساله في الرياضه هنا، فبالتالي بتيجي تجرب مره وتلاحظ النواتج وتطلع وتضرب وتحسب وتنزل وتطلع. فبالتالي انت بتشغل ملاحظه وتجرب مره واثنين وثلاثه. يبقى هنا علوم تهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه وخصائصها، معتمده على الملاحظه والتجريب. الرياضيات، اعظم حاجه قدموها الرياضيات المسلمين للرياضه الحديثه هي الارقام الحسابيه، خاصه الصفر. طبعا يا اولاد الصفر ما كانش موجود اصلا في العمليات الحسابيه، كان واحد وانت طالب. الصفر ده اللي اضافه لعلم الرياضه كان المسلمين، وطبعا ده لهم دور كبير في الكلام ده. لهم دور طبعا في الكلام ده. هتقول لي يا مستر لهم دور ازاي؟ هقول لك ان هم يهتموا بعلوم الدين. تعال نشوف مع بعض كده. الرياضيات، اعظم ما قدمه المسلمين للرياضات الحديثه هي الارقام الحسابيه. هي مستر الارقام الحسابيه عن طريق هنا اللي هو الصفر. طبعا مين اللي عمل الكلام ده؟ محمد بن موسى الخوارزمي. ومحمد بن موسى الخوارزمي ده هو مؤسس علم الجبر. يبقى مؤسس علم الجبر هو محمد بن موسى الخوارزمي. يبقى المسلمين بدأوا في علم الرياضه واضافوا لها عمليات حسابيه مثل الارقام زي الصفر. اشهر واحد في العلم ده كان محمد بن موسى الخوارزمي، وده مؤسس علم الايه؟ ركز، الطب لا جبر طبعا. طيب رقم 2 اشهر علماء الهندسه محمد بن احمد البيروني. محمد بن احمد البيروني. طيب الدرس لذيذ زيك كده، فان شاء الله مش حاجه صعبه. الكيمياء، المسلمين سموها علم الصنعه. هتقول لي علم الصنعه؟ اقول لك الصنعه يعني الكيمياء دي مواد كيميائيه بيحطوها وتتفاعل مع بعضها والكلام ده كله، ففيها صنعه. يعني هتقول لي يا مستر يعني فيها صنعه؟ فيها ذكاء منك وتلاحظ وتحط وتطلع وتجيب دي وتحط ده على ده والكلام ده كله، فبالتالي فيها يا مستر بقى فيها صنعه. يبقى المسلمين اطلقوا عليه علم الايه؟ الصنعه. طيب هو علم ايه يا مستر؟ الكيمياء. طب اهميته ايه بما تفسر؟ علم الكيمياء هتقول لي استفادوا منه في صناعه الادويه والصبغات. الصبغات اللي هي الالوان يعني. اشهر علماء الكيمياء جابر بن حيان. طيب الطب، اشهر علماء الطب هو ابن النفيس، وده مكتشف الدوره الدمويه. طيب 2 ابو بكر الرازي. يبقى انا مستر الكيمياء بس سموه علم الصنعه، استفادوا منه في صناعه الادويه
والصبغات. طيب مين اشهر عالم في الكيمياء يا مستر؟ قلنا لك اشهر عالم في الكيمياء هو جابر بن حيان. طيب جميل، نروح بعد كده للطب. قال لي برعوا برضه في مجال الطب، وكان في عندنا اطباء كبيره زي ابن النفيس، وده مكتشف الدوره الدمويه. طيب 2 يا مستر، قلنا ابو بكر الرازي. طيب بعد كده برع المسلمين في علم الصيدله. طيب ان شاء الله كده نشوفكم صيادله كبار كده ودكاتره جمال واشطر ناس في الدنيا. قال لي برعوا في علم الصيدله حيث كان المسلمين اول من وضعوا كتب الادويه، اول ناس حطت كتب الادويه. طيب 2 اسسوا مدرسه متخصصه في الصيدله، عملوا مدرسه في الصيدله نقدر نقول عليها حالا كده زي كليات الصيدله. 3 يبقى هنا برعوا في علم الصيدله ده اللي هتقول للمسلمين اول ما استخدموا 1 الكتب الادويه، 2 اسسوا مدرسه متخصصه في الصيدله. اشهر عالم صيدله هو ابن البيطار. ابن البيطار هو اشهر عالم في الصيدله. طيب بعد كده اهتم المسلمين بعلم الفلك. هتقول لي يعني ايه يا مستر الفلك؟ اقول لك الفلك اللي هو اهتمام بحركه الشمس والنجوم والاقمار والكواكب والكلام ده كله. تعال نشوف اهتموا بقى ازاي. قال لي اهتم المسلمين بعلم الفلك اهتمام كبير، اكيد دلل على كده. قال لي انشأوا المراصد. هتقول لي يعني ايه المراصد؟ المراصد دي زي ما احنا كنا صايمين رمضان كده وجينا طبعا قلنا العيد الحد ولا السبت؟ السبت ولا الاثنين؟ الحد ولا الخميس؟ كده يعني قعدنا اختلفنا. طب هنعرف ازاي؟ طبعا بيبقى في مراصد، المرصد ده بيتحط في مكان معين، بيبقى في تلسكوب بيبداوا يبصوا في السماء يشوفوا بقى حركه النجوم او الكواكب او هلال الشهور والكلام ده كله. فالمرصد هنا يا اولاد معناها مكان بيراقبوا منه حركه الاجرام السماويه. يبقى انشاء المراصد. 2 اجروا الابحاث والتجارب، عملوا ابحاث وتجارب كتير. من اشهر عالم في الفلك؟ محمد ابن سنان البتاني. محمد ابن سنان البتاني. طيب الفيزياء، اشهر علماء الفيزياء هو الحسن بن الهيثم مؤسس علم البصريات. يبقى مؤسس علم البصريات هو الحسن بن الهيثم. هتقول لي علم لا العدسات الكلام ده كله. طيب نستنتج من الكلام ده يا مستر ان علماء كتير برعوا في كثير من العلوم. طيب صح. واصبحوا منارات اضاءت العالم. صح. ودرست كتبهم بالجامعات الاوروبيه. صح يا اولاد، لدرجه ان اوروبا درست على النهضه الاسلاميه. يعني شعوب اوروبا كده كالاوروبيين بيجوا يدرسوا في الجامعات الاسلاميه في بغداد وفي قرطبه في الاندلس واماكن كتير. لدرجه يا اولاد ان الاوروبيين لما كانوا يرجعوا اماكنهم، طبعا اوروبا كانت بتعيش عذور جهل وظلام. الاوروبيين لما كانوا بيرجعوا بلادهم كانوا بيتفاخروا بيتفشخروا يعني بالبلدي كده ان هم بيعرفوا يتكلموا عربي. يعني مثلا احنا في وسط الكلام كده هو بيتكلم مثلا انجليزي او حاجه يقوم قايل لك مش عارف شكرا مش عارف، قوم قايل كلمه في الوسط. طبعا الكلمه دي بتدل ان هو خدم الحضاره الاسلاميه. زي برضه حاليا انت عاوز بقى تثبت ان انت مثقف بقى وفت كده ومحدش قدك وبتاع، انت بتتكلم عربي تقوم خابط كام كلمه انجليزي كده، ده مثقف، ده مش عارف. هو بقى في وقتها كانوا بيحاولوا يتعلموا اللغه العربيه. طيب فكانت افكارهم وعلى افكارهم قامت نهضه اوروبا. اوروبا اصلا نهضتها ترجع الى العلماء المسلمين. طيب تعال نشوف مراكز نشر الحضاره. طب تعال نحل الكلام ده مع بعض. الفضل في تاسيس العلماء المسلمين ان هم اسسوا علم طبعا ما كانش موجود، هو الجبر. يعتبر علم الصنعه من العلوم ايه؟ علم الصنعه اللي هو الكيمياء، يبقى العلوم الطبيعيه. طيب احد علماء المسلمين توصل للصبغات. الصبغات ها اشهر واحد توصل للصبغات كان علم الكيمياء. طبعا هنشوف مين بقى في الكيمياء. ابن الاثير طبعا غلط. جابر بن حيان مش عارف. محمد بن سنان البتاني برضه مش متاكد. بعد كده ابن سينا مش عارف برضه يا مستر. طب هو مين؟ هقول لك اللي احنا طبعا ايه ده؟ طيب ثواني. طيب عشان بس في مشكلة نبقى نسيبها دلوقتي ونرجع لها بعدين، نكمل بس الجزئية دي كده. ليه بس؟ ما اتحسدنا ولا ايه؟ بس كده.
طيب تعال نشوف المؤسسات التعليميه، المؤسسات اللي المسلمين انشأوها للتعليم. طيب قال لي ساهمت طبعا في النهضه التعليميه هي المؤسسات طبعا. طيب اول المؤسسات هي المؤسسات الدينيه، كانوا بيتعلموا اولادهم في طبعا ايه المؤسسات الدينيه؟ كانوا بيتعلموا زمان في المساجد، في الزوايا، في الكتاتيب، اماكن تحفيظ القران، كان كل دي اماكن بيتعلموا فيها. قال لي زي المساجد والزوايا، بما تفسر المسلمين عن المساجد والزوايا ليه؟ لدراسه العلوم الشرعيه اللي احنا قلناها في الاول، واللغه والتاريخ والسير. السير دي اللي هي سير الصحابه، سيره الصحابه يعني. اثنين المؤسسات المدنيه، مدنيه دي يبقى للكل، مدنيه لكل الناس. قال كتاتيب، طب بما تفسر الكتاب اهميتها كانت ايه؟ تعليم القراءه والكتابه. كتاب ده كان زمان بيبقى موجود، الناس كنا بنروح، وطبعا احنا رحنا الكلام ده، يبقى تعليم القراءه والكتابه وحفظ القران والسنه، وكانت موجوده في المساجد في بعض الاحيان. اثنين يا مستر المساجد طبعا دي معروفه بقى لتعليم العلوم بكل انواعها، وكانت موجوده في المساجد او منفصله عن في كتاتيب في المساجد او في كتاتيب لوحدها. طبعا الجامعات اللي هي الكليات، طبعا ان شاء الله كلكم نشوفكم افضل الاماكن تخصصات في دراسه العلوم زي جامعه الازهر وجامعه قرطبه، زي تخصصات في دراسه العلوم مثل جامعه الازهر وجامعه قرطبه. طيب المؤسسات العسكريه قال لي هنا كانت بتهتم بالتعليم العسكري والحربي. طيب تعال نشوف الحضاره راحت اوروبا ازاي. انت قلت لنا يا مستر ان المسلمين هم اللي كانوا متقدمين وان اوروبا كانت عندها جهل. طيب تعال نشوف التقدم بتاعهم. قال لي هنا تمتع المسلمين في العصور الوسطى بحضاره عظيمه انارت العالم في الوقت اللي كانت فيه اوروبا تعاني الجهل والتخلف. طيب تعال نشوف بقى ايه الاماكن اللي اتنقلت منها الحضاره الاسلاميه الى اوروبا. قال لي يا مستر هنا انتقلت الحضاره الاسلاميه الى اوروبا عن طريق مراكز، وهي واحد بلاد الشام عن طريق الحروب الصليبيه. طبعا يا اولاد الحروب الصليبيه احنا خدناها طبعا لما جم من هنا الشرق طمعوا في كل حاجه بتاع المسلمين وخدوها طبعا، فخدوا النهضه اللي كان المسلمين عاملينها ودوها لاوروبا هنا. يبقى خدوها من بلاد الشام. هتقول لي اشمعنى بلاد الشام؟ ما احنا قلنا ان هم اقاموا 3 ممالك و3 امارات عفوا ومملكه. طبعا مملكه بيت المقدس كانت هناك وبعض الامارات في بلاد الشام، فهم خدوا منها. 2 جزيره صقليه، ودي جزيره موجوده في البحر المتوسط، فهي عامل ربط. هنشوفها مع بعض كده اهي. جزيره صقليه تبع لايطاليا دلوقتي. فطبعا الحضاره الاسلاميه هنا اهيت في افريقيا وفي اسيا اتنقلت للصقليه، ومن الصقليه راحت اوروبا. طيب قال الاندلس ازدهرت فيها العلوم خاصه في قرطبه. قرطبه دي كانت عاصمه الاندلس. تقول لي ايه الاندلس ده يا مستر؟ اللي هي حاليا اسبانيا. طيب قال لك حيث كانت قرطبه من خلال الجامعات اللي موجوده فيها مناره طبعا للعلم والعلماء، بياتي اليها الطلاب من كل انحاء اوروبا عشان يقتبسوا من انوار علومها. يعني يقتبسوا، يتعلموا وإقامة الحضارة بتاعتهم. طبعا المسلمين كان لهم فضل على العالم في كل اللي العالم بيوصل له، وإنجازات كبيرة كانت سببها علماء مسلمين طبعا كان لهم دور في نشر العلم. وكده نقدر نكون وصلنا معاك إلى نهاية الدرس بتاعنا. هنديك طبعا كام سؤال تحلهم لنا كده ومين هو اللي ساهم فيهم. طيب هنقول مثلا علم كان للمسلمين الفضل في ظهوره هو علم ايه؟ طيب 2 معرفة المسلمين للصبغات كان في علم نقط. طيب 3 كان للحملات الصليبية دور في نقل العلوم من بلاد نقط. هنستناك طبعا تجاوب لنا على الأسئلة ديت ونشوفها معاك في الكومنتات.
ونحط رايك في الكومنتات طبعا. وما تنساش وانت قاعد طبعا بتتفرج علينا بالشاي بتاعك كده الجميل تحط طبعا. حطيت متابعه؟ لا حطيت، لا ما حطيتش لايك. تتابعنا ان شاء الله عشان نوصل لك كل ما هو جديد ونتابع معاك اول بلحظه ان شاء الله، ونقدر نكون وصلنا معاك الى نهايه الدرس. درس خفيف لطيف ظريف زيك كده، وان شاء الله نتقابل على خير في دروس تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.